بتعرفوا إيه اللي بيحصل لما تقربوا من هدف كبير جدا؟ زي إنكوا تبنوا جسم أحلامكم أو تطوروا مهاراتكم في الشغل لحد ما تبقوا من الأوائل، أو حتى تبدأوا مشروعكم الخاص اللي بتحلموا بيه من سنين. تقربوا خطوة خطوة، تحسوا إن النجاح قريب، وفجأة تلاقوا نفسكم بترجعوا لورا، بتأجلوا، بتقولوا خلاص مش دلوقتي، أو حتى بتخربوا اللي عملتوه بنفسكم. ده مش كسل عادي، ده خوف عميق، خوف من المجهود اللي هيغير حياتكم كلها، خوف من المسؤولية اللي هتيجي مع النجاح، خوف من إنكم لو نجحتوا فعلا هتضطروا تحافظوا على المستوى ده، وده أصعب. ليه بنهرب من النجاح في آخر لحظة ونقول كفاية كده، أنا مرتاح هنا؟ ليه بنفضل الراحة القاتلة على التعب اللي هيبني حياة أحسن؟ ده وجع بنعيشه كل يوم، وجع بنخبيه ورا أعذار زي مش لاقي وقت، أو الظروف صعبة، أو أنا مش مستعد. بس الحقيقة إننا خايفين، خايفين من الفشل، وأكتر من كده خايفين من النجاح. النهاردة هنواجه الوجع ده مباشرة، وهنلاقي له ترياق حقيقي. ترياق الحلقة دي هو كتاب Force Yourself to Improve، دليل عملي جدا مش نظري بس، عشان تجبر نفسك على التحسن يوم ورا يوم، حتى لو نفسك بتصرخ كفاية، ارجع نام. الكتاب ده زي الصديق الحازم اللي مش بيداري عليك، بيقولك الحريقة في وشك وبيمد إيده عشان يسحبك لفوق. هيغير طريقة تفكيرك في الانضباط، في الدافعية، في كل حاجة كنت فاكرها مستحيلة. خلينا نبدأ من الصفر، من فهم اللي بيحصل جوه دماغنا. الكتاب بيشرح حاجة مهمة قوي: دماغنا مش مصمم للنمو، مصمم للبقاء. من أيام أسلافنا في الغابة، الدماغ كان بيحافظ على الطاقة، عشان لو جريت كتير أو تعبت بدون سبب ممكن تموت. فالدماغ ده زي ترموستات قديم، بيحافظ على درجة حرارة معينة، يعني مستوى راحة معين. لو حاولت تطلع فوق المستوى ده، زي إنك تقوم بدري أو تدرس ساعات طويلة أو تمارس رياضة قاسية، الدماغ هيبدأ يقاوم بكل قوته. هيبعت لك إشارات زي تعبان، نام، أو مش لازم دلوقتي، أو حتى يخليك تشعر بالاكتئاب الخفيف عشان ترجع للراحة. ده مش ضعف شخصي، ده برمجة بيولوجية قديمة. المشكلة إن في عصرنا ده البقاء سهل، مفيش أسود بتجري وراك، بس النمو صعب. والخطر الحقيقي هو إنك تبقى زي ما أنت، مش تتطور. أنا شخصياً مريت بده كتير. زمان كنت بحلم أتعلم لغة جديدة، كنت بشتري كورسات وكتب، وبعد أسبوعين ألاقي نفسي بقول الدنيا مشغولة قوي، وارجع للروتين القديم. كم مرة قلت هبدأ الجيم من بكرة، أو هبدأ أتعلم اللغة الجديدة الشهر ده، وبكرة ده مش بيجي أبداً. ده الدماغ بيحميك من الخطر الوهمي اللي هو المجهود. الكتاب بيقول الخطوة الأولى هي الفهم. المقاومة دي طبيعية، ما تخافش منها، بس ما تسمعش لها. ابدأ بقبول إن التحسن هيحتاج إجبار، مش انتظار مزاج. زي ما بتجبر نفسك تروح الشغل كل يوم حتى لو مش عايز، لازم تجبرها على التحسن كل يوم. دلوقتي خلينا نغوص في أول مفهوم كبير من الكتاب، وده من أقوى الحاجات اللي غيرت تفكير ناس كتير: خرافة الشغف والدافعية. كتير مننا مستني يحس بالشغف، يستنى الدافعية تيجي زي موجة وبعدين يبدأ. بس الكتاب بيقول بوضوح الدافعية دي كدبة كبيرة. الشغف مش شرط أساسي، والدافعية زي الطقس، بتيجي وتروح، مش موثوقة أبداً. اللي بيحرك الناس الناجحين حقيقي هو حاجة تانية خالص: الاشتئزاز. الاشتئزاز من الوضع الحالي، من اللي انت فيه دلوقتي. مش لازم تحب اللي هتعمله، بس لازم تكره بجد اللي هتحصل عليه لو فضلت زي ما انت. الكتاب بيطلب منك تمرين قاسي شوية: اقعد لوحدك وتخيل نفسك بعد 10 سنين أو 20 سنة، لو مفيش تغيير هتبقى ايه؟ جسمك هيبقى عامل ازاي؟ علاقاتك، فلوسك، إنجازاتك. هتحس بالندم ده، بالغضب من نفسك. ده الاشتئزاز، ده هو الوقود الحقيقي. أنا جربت التمرين ده بنفسي، وكان قاسي قوي. تخيلت نفسي في الأربعينات، لسه في نفس الشغل اللي مش بحبه، جسمي متعب، مفيش إنجاز كبير، وأهلي فخورين بغيري مش بيا. حسيت بغضب رهيب، وقمت في اليوم ده وبدأت أغير روتيني.
واحد تاني قريت عنه في الكتاب كان مدمن تأجيل لحد ما عمل التمرين ده وشاف نفسه عجوز لوحده بيندم على كل فرصة ضيعها، فقام في اللحظة دي وبدأ يغير. عملياً جرب دلوقتي، اكتب ورقة وقسمها نصين، نص باللي هيحصل لو استمريت زي ما انت، الندم، الفقدان، الصحة اللي هتروح، الأحلام اللي هتموت، النص التاني باللي هتحققه لو غيرت. اقرأ الورقة دي كل يوم، خاصة لما تحس بالكسل. الدافعية هتيجي بعد الفعل مش قبله. ابدأ حتى لو مش حاسس بحماس، والحماس هيتبع. ده سر كبير، لأن معظم الناس بتستنى العكس، فبتفضل مستنية طول العمر. النقطة التانية، ودي أساس الانضباط كله، قاعدة العقد الغير قابل للتفاوض. الانضباط مش شعور، مش مزاج، ده قرار زي أي عقد قانوني. لو قلت هقوم الساعة 6 الصبح كل يوم، مفيش نقاش، مفيش النهاردة تعبان، مفيش أشوف الجو إزاي، لازم تنفذ مهما حصل. الكتاب بيقارن ده بالمهن اللي ما فيهاش طرف لاختيار، زي الإطفائي اللي بيجري ينقذ الناس في نص الليل، أو الجندي اللي بيتدرب كل يوم. هم مش بيسألوا نفسهم عايز ولا لأ، بيعملوا لأن ده جزء من هويتهم. إحنا كمان لازم نبني الهوية دي. أنا بدأت بوعد صغير جدا، هقرأ 5 صفحات كل يوم قبل ما أنام مهما كان اليوم طويل. أول أسبوع كان صعب، بس بعد شهر بقيت أقرأ كتاب كامل كل أسبوعين، والثقة في نفسي زادت قوي. لو فشلت يوم ما تداريش، حس بالألم ده عشان يعلمك. الكتاب بيحذر من التفاوض الداخلي، ده أكبر عدو. كل مرة بتقول مرة واحدة بس مش هيحصل حاجة، بتضعف العقد وبتفقد احترام نفسك. على العكس، كل مرة بتحافظ على الوعد بتبني ثقة زي بنك، الرصيد بيزيد. مع الوقت هتحس إنك شخص موثوق مش بيخذل نفسه أبداً. جربها في حياتك دلوقتي، اختار عادة صغيرة جداً، حدد وقتها واجعلها عقد لمدة 30 يوم. هتشوف إزاي حياتك هتبدأ تتغير، لأن الثقة دي هتنتقل لكل المجالات. التالتة، ودي هزتني شخصياً، ألم الانضباط مقابل ألم الندم. الكتاب بيقول حاجة قاسية بس حقيقية، في الحياة هتدفع تمن ألم على أي حال. يا إما تدفع ألم الانضباط دلوقتي، التعب، الإرهاق اللي بيبني عضلات، جسم، مهارات، مستقبل، يا إما تدفع ألم الندم بعدين، اللي بيجي متأخر لما تبص في المراية وتشوف اللي ضاع، أو تشوف غيرك ناجح وتقول كنت ممكن أبقى مكانه. الألم ده مؤقت، بيروح لما تخلص التمرين أو المهمة. الألم التاني دائم، بيعيش معاك كل يوم. أنا كنت زمان بختار الراحة دايما، بنام متأخر وأقوم متأخر، وبعد فترة حسيت بالندم على الوقت اللي ضاع، على الإنتاجية اللي مش موجودة. دلوقتي بختار ألم القيام بدري حتى لو السرير دافي، عشان أعرف إن الندم أقسى بكتير. فكر في الرياضيين الأولمبيين، بيختاروا ألم التمرين يومي لسنين عشان يتجنبوا ألم الندم على منصة التتويج. إحنا كمان كل يوم بنختار. لما تقوم متأخر هتحس براحة لحظية، بس بعد سنين هتحس بالندم على الإنتاجية اللي ضاعت. عملياً كل صباح اسأل نفسك، أنا هختار أي ألم النهاردة؟ واختار الانضباط. الكتاب بيحكي قصص ناس غيرت حياتها لما فهمت ده. واحد كان مدمن نتفليكس لحد ما حس بالندم المستقبلي، فقام يحدد الوقت وبدأ يبني مشروع. تخيل نفسك في نهاية حياتك، إيه اللي هتندم عليه؟ استخدم الإجابة دي عشان تحركك دلوقتي. الرابعة، ودي عملية جدا، تصميم البيئة عشان تخدمك مش تعديك. الكتاب بيأكد إن الإرادة ضعيفة، مش هتقاوم كل يوم. البيئة أقوى بكتير. لو التلاجة مليانة حلويات هتاكلها مهما كان عندك إرادة حديد. فبدل ما تحارب، غير البيئة. اجعل الطريق الأسهل هو الطريق الصح. مثلا لو عايز تمارس رياضة، حضر هدوم الجيم من الليل، حطها قدام الباب وحط الأحذية جنبها. أنا عملت كده لما قررت أرجع الجيم بعد انقطاع طويل. حطيت الهدوم والشنطة جاهزة، وفي الصباح مفيش عذر. لو عايز تقرأ أكتر، شيل التليفون من السرير وحط الكتاب على المخدة. لو عايز تاكل صحي، اشتري خضار وفاكهة بس، وخبي الحلويات خارج البيت خالص. الكتاب بيقول زيد المقاومة للعادات السيئة.
احذف التطبيقات اللي بتضيع وقتك أو حط كلمة سر صعبة عليها. اجعل المقاومة الأقل للحاجات الجيدة. ده مش غش، ده ذكاء استراتيجي. ناس كتير فشلت مش عشان ضعف، بس عشان بيئتهم كانت ضد. غير غرفتك، مطبخك، مكتبك دلوقتي. جرب حاجة صغيرة، حط إزازة مية كبيرة جنبك دايماً وشوف إزاي هتشرب أكتر بدون تفكير. الخمسة، ودي اللي بتربط كل ده مع بعض، قاعدة البدء الصغير لحد الإحراج. الكتاب بيقول ما تبدأش كبير عشان الدماغ هيخاف ويرفض. ابدأ صغير جدا لحد ما تحس بالإحراج من صغره. لو عايز تقرأ كتاب، اقرأ سطر واحد بس يوميا. لو عايز رياضة، اعمل 5 ضغط يوميا. لو عايز تتعلم مهارة، مارسها دقيقة واحدة. أنا بدأت كتابة يومية بدقيقة واحدة بس. اكتب أي حاجة في مذكرتك